اه والله هو اللوجو حلو، اللوجو حلو وجميل عجبنا، بس مش هو ده الستايل اللي احنا عايزينه. يا ريت تعمل لنا 3 4 لوجوهات تاني كده. الله يخليك. يعني هو حاجه على مزاجك كده. اتفضل 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 اتفضل. كلمه كتير بنسمعها اول ما بنبعت الشغل للعميل، عشان كده انا جاي النهارده اقول لك على حاجه لو عملتها مش هيحصل معاك كده تاني. هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها مود بورد. قبل ما تعمل اي لوجو للعميل بنبعت له فايل اسمه براند استراتيجي اند كرييتيف دايركشن. البراند استراتيجي بيبقى فيها البيرسونا، وبيبقى فيها كمان التارجت اودينس، وكلام كده هنتكلم عنه في فيديو تاني. بس النهارده هنتكلم عن الكرييتيف دايركشن. من الحاجات اللي موجوده في الكرييتيف دايركشن هي المود بورد. ايه هي بقى المود بورد؟ المود بورد هي عباره عن مجموعه من الخطوط والصور والالوان. من الاخر بيبقى فيها المود او الستايل اللي انت عايز تشتغل بيه، وبنبعت له تو مود بورد. يعني مثلا هو حب الخطوط والالوان دي او حب الخطوط والالوان التانية، وعلى حسب ما العميل يختار احنا هنمشي في الديزاين بالطريقه اللي هو حاببها. وبكده هنكون وفرنا على نفسنا حاجات كتير جدا، وعرفنا الستايل اللي حبه العميل.